خلي بالك كويس واحفظ الفيديو ده. امبارح جالي طفل 12 سنة، مقاومة انسولين، دهون على الكبد، كوليسترول عالي. طفل 12 سنة بسبب اللايف ستايل الغلط تماما. وانت داخل السوبر ماركت في شوية حاجات هقولك ما تقربش ناحيتها. اولها المية الملونة اللي بيتقال عليها عصير، للأسف هي ولا عصير ولا فيها اي فاكهة، وهي دي طريقة تحضيرها. للأسف لو انت كنت متخيل ان انت في الوقت ده بتاخد فاكهة وبتاخد حاجة صحية، للأسف انت كل اللي بتاخده شوية سكر كتير جدا والوان صناعية والوان طعام كتير جدا، وضيف ليها كمان. اخطر واهم حاجة عاوزة اتكلم عنها النهاردة المشروبات اللي بيتقال عليها انها عبارة عن لبن او زبادي وعليه فاكهة. دي كلها ممنوعة تماما، هي ولا عليها فاكهة ولا فيها اي قيمة غذائية، هي زيرو فاليو. انت بتقدم لاولادك حاجة ملهاش اي فايدة، هي عبارة عن شوية الوان صناعية ومكسبات طعم وسكر كتير جدا وملهاش اي قيمة غذائية. هاتله رايب او هاتله لبن واستخدم معاه الفاكهة اللي انت عاوزها، لكن ما تشتريش الحاجات دي سواء زبادي ومكتوب عليها انها عليها فاكهة هي مش عليها فاكهة، او مشروبات مكتوب عليها انها عليها فاكهة. ثالث حاجة، كل الأطفال ممنوع استخدامهم لأي مشروبات طاقة أيا كان اسم مشروب الطاقة ده، ممنوع للأطفال تماما. الأطفال دلوقتي بتعاني من مشاكل كبيرة جدا في القلب بسبب مشروبات الطاقة دي. واخيرا وليس اخرا، كلنا عارفين مشاكل الصودا العادية، واللي انت ما تعرفوش دلوقتي ان حتى الدايت منها احد اهم مسببات مرض السرطان.